أجمع الدعاء ما ورد في الكتاب والسنة، دعوتان من أجمع من جوامع الكلم في الكتاب والسنة. الدعوة الأولى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والثانية دعاؤه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ما أعطي عبد هذه الدعوات إلا كان أسعد الناس. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأنه إذا صلح لك دينك فقد أفلحت وأنجحت. عصمة أمري، ولذلك إذا حفظت في دينك فقد حفظت، وإذا ضاع الدين ضاع العبد وهلك، نسأل الله السلامة والعافية. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ففوضت إلى الله أن يصلح أمر الدنيا فيكفيك همها وغمها، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وهذا من أعظم ما يكون الإنسان تصلح له آخرته فيزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جعلنا الله وإياكم منه. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. هذه من أجمع الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.